درس النهاردة بيتكلم عن حركة الفتوحات الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين. احنا درسنا فتوحات بلاد العراق وفتوحات بلاد فارس. النهاردة هنستكمل الدرس بفتوحات بلاد الشام. في البداية لازم تعرف ان بلاد الشام كانت خاضعة لحكم الروم في عهد الرسول. يا بلاد الشام كانت خاضعة لحكم الروم في عهد الرسول، وكانوا يعتدون على حدود شبه الجزيرة العربية. فالرسول يعمل ايه؟ أرسل كتب إلى ملوك الشام. احنا خدنا في درس الأخطار التي تواجه الدولة الإسلامية إن حاكم بصرة اللي هو شرحبيل بن عمرو الغساني قتل مين؟ مبعوث الرسول اللي هو الحارث بن عمير. فالرسول يعمل ايه؟ جهز جيش بقيادة أسامة بن زيد، ولكن الرسول توفى قبل إرسال الجيش. بعد وفاة الرسول تولى أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق حرص على إرسال جيش أسامة بن زيد. طب ده يدل على إيه؟ على الوفاء بعهد الرسول. وقال لك إن بعد انتهائه من حروب الردة أرسل أبو بكر الصديق 4 جيوش لفتح بلاد الشام ونشر الإسلام، واختار لهذا الفتح كبار الصحابة المشهود لهم بإيه؟ بالكفاءة وحسن القيادة والتصرف. وقال لك إن الروم قاوموا جيوش المسلمين، فيعمل أبو بكر الصديق استدعى خالد بن الوليد. احنا قلنا إن خالد بن الوليد كان فين؟ كان في بلاد العراق. فأبو بكر الصديق استدعاه. طب ليه أبو بكر الصديق استدعى خالد بن الوليد إلى بلاد الشام؟ لأنه عنده القدرة على وضع خطط عسكرية. معركة اليرموك، الأطراف المسلمين بقيادة خالد بن الوليد ضد الروم. طب إيه أسباب معركة اليرموك؟ قال لك إن بعد انتصارات المسلمين على الروم أعلن هرقل اللي هو حاكم الروم حالة الاستنفار الكبرى في بلاده، وأخذ بإعداد الخطط العسكرية. طب إيه الأحداث؟ قال لك أشار عمرو بن العاص على المسلمين بأن يجتمعوا على نهر اليرموك. طب ده ليه؟ لقطع المياه عن الروم. وده يدل على إيه؟ على مبدأ الشورى بين قادة المسلمين. آخر حاجة النتائج. أول حاجة انتصار المسلمين وهزيمة الروم بفضل قيادة خالد بن الوليد وخطته الحربية. تاني حاجة كانت السبب الرئيسي لفتح بيت المقدس وكل مدن الشام. وقال لك عندما بلغت انتصارات المسلمين في اليرموك إلى هرقل قال إيه؟ عليك يا سوريا السلام، سلام مودع ونعم البلد. ده يدل على إيه؟ على مكانة سوريا عند هرقل. تاني معركة هي معركة أجندين، كان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. الأطراف المسلمين بقيادة عمرو بن العاص ضد الروم بقيادة الأرطبون. طب إيه أسباب المعركة؟ قال لك قام القائد البيزنطي اللي هو الأرطبون بجمع قواته ووزعها على إيه؟ على مدن فلسطين لحمايتها. يعمل ابن العاص؟ قال لك واجه خطته بخطة مماثلة، والتقى الطرفان عند أجندين. طب إيه نتائج معركة أجندين؟ انتصار المسلمين، سحاب الأرطبون إلى بيت المقدس. تاني حاجة نجح عمرو بن العاص في فتح عدة بلاد لتأمين القوات والفتوحات في جنوب الشام. تاني نتائج معركة أجندين انتصار المسلمين وانسحاب القائد البيزنطي أرطبون إلى بيت المقدس. نجح ابن العاص في فتح عدة بلاد لتأمين القوات والفتوحات في جنوب الشام. ثالث معركة فتح بيت المقدس. الأطراف المسلمين بقيادة عمرو بن العاص ضد الروم بقيادة الأرطبون اللي هو هرب إيه؟ من معركة أجندين. طب إيه أحداث المعركة؟ قال لك لحق عمرو بن العاص بالقائد البيزنطي اللي هو الأرطبون إلى بيت المقدس وشدد عليه الحصار. يعمل إيه؟ قال لك هرب الأرطبون إلى مصر. طب ليه؟ لأنها مركز ثقل البيزنطيين في أفريقيا لصد هجمات المسلمين. يبقى الأرطبون هرب إلى مصر لأنها مركز ثقل البيزنطيين
في أفريقيا لصد هجمات المسلمين. بعد هروب الأرطبون من بيت المقدس إلى مصر، قال لك أثناء الحصار كانت تجرى محادثات. إيه هي المحادثات؟ لدخول أهل بيت المقدس في الصلح مع المسلمين. فعندك 3 مواقف: موقف بطريرك بيت المقدس، وموقف عمرو بن العاص، وموقف الخليفة عمر بن الخطاب. طب إيه موقف بطريرك بيت المقدس؟ قال لك لم يجد بطريرك بيت المقدس سوى الصلح، لكنه اشترط إن الصلح هيكون مع مين؟ مع الخليفة عمر بن الخطاب. طب ليه؟ قال لك بسبب قدسية المدينة وأهميتها الدينية. طب إيه موقف ابن العاص؟ أرسل بهذه الأخبار إلى الخليفة عمر بن الخطاب. طب إيه موقف الخليفة عمر بن الخطاب؟ قال لك وافق الخليفة ثم خرج من المدينة لأول مرة منذ وفاة الرسول لكي يفتح بيت المقدس. كان أول نزول لسيدنا عمر بن الخطاب بمدن الشام بالجابية. طب إيه نتائج فتح بيت المقدس؟ أول حاجة، فتح بيت المقدس كان نصرا للإسلام. تاني حاجة، أعطى عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدس عهد الأمان. رقم 3، صالح الخليفة أهل بيت المقدس اللي هم أهل إلياء صلحا لم تحظى به مدينة أخرى في البلاد المفتوحة. طب إيه هو عهد الأمان؟ قال لك إن سيدنا عمر بن الخطاب أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم. ده يدل على إيه؟ على الحفاظ على وصايا الرسول للفاتحين. تاني حاجة، لا يسكن بإلياء أحدا من اليهود. فتوحات بلاد شمال أفريقيا كانت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. قال لك إن المسلمون بدأوا بالتوجه غربا لفتح بلاد شمال أفريقيا، وكانت البداية بفتح مصر على يد عمرو بن العاص. طب ليه؟ علشان يأمنوا حركة الفتوحات الإسلامية. وعمرو بن العاص حاول ضم النوبة ولكنه فشل. يبقى عمرو بن العاص حاول ضم النوبة ولكنه فشل. في عهد الخليفة عثمان بن عفان استكمل ما بدأه عمر بن الخطاب في فتح شمال أفريقيا. عن طريق مين؟ عن طريق عبد الله بن سعد بن أبي الصرح اللي استطاع فتح النوبة. إزاي؟ قال لك عمل صلح مع أهلها عرف باسم اتفاق البقط. يبقى عبد الله بن سعد بن أبي الصرح استطاع فتح النوبة عن طريق عقد صلح مع أهلها عرف باسم اتفاق البقط. آخر معركة معانا فتح سبيطلة. قال لك إن عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كتب إلى الخليفة عثمان بن عفان عايز يستأذنه في فتح سبيطلة. الخليفة عثمان بن عفان وافق بعد أن استشار الصحابة. طب الأطراف؟ قال لك المسلمين بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي الصرح ضد البيزنطيين بقيادة مين؟ والي أفريقيا جرجيوريس. طب إيه الأحداث؟ أول ما وصل عبد الله بن سعد إلى سبيطلة التقى بجيش جرجيوريس اللي هو والي أفريقيا البيزنطي. عرض عليه إما الدخول في الإسلام أو دفع الجزية أو الحرب، لكنه رفض. فبدأت بدأت معركة فتح سبيطلة. نتائج فتح سبيطلة: أول حاجة انتصار المسلمين وقتل جرجيوريس. رقم 2، فتح سبيطلة بفضل بفضل المدد الذي جاءهم من المدينة النبوية. رقم 3، أرسل عبد الله بن سعد الجيوش لفتح بعض المدن والحصون مثل قفصة وحصن الأجم.